مواليد برج الأسد، حاسين انكم مش قادرين تكونوا على طبيعتكم. في حاجة جواكم عايزة تطلع، بس كل ما ترفعوا راسكم تحسوا كأن الدنيا كلها تختبركم. لو حسيت انك تايه مش فاهم نفسك او تضحك قدام الناس وتنزف من جواك، اعرف انك داخل على لحظة إعادة ولادة. الشمس بيتك راجعة لك، بس قبل ما تنور العالم لازم تنور جرحك الأول. اللي جاي مش قراءة، اللي جاي اعتراف من الكروت بحقيقتك اللي انت نسيتها. لو جاهز وقادر تواجه، اسحب نفس وخلينا نفتح الورق ونبدأ. يلا برج الأسد، يلا يا برج الأسد، خلينا نبتدي نكشف ورقك ونشوف الأوراق هتقول لك ايه. طاقتك العامة يا برج الأسد. الرسالة اتقالت هنا يا برج الأسد، خلاص. أول ما لمس الورق كأن صوت كان بعيد بيقول انت مش زيهم. طلعلي كارت الصن، بعديه طلعلي كارت التاورز. يا أسد، واضح إنه في شي جوا منك بينهار عشان شي أقوى يبتدي تاني. في شي جواك حينهار وحتبتدي تبني نفسك من تاني، والموضوع مش سهل، لأن اللي بيتكسر جواك هو الصورة اللي كنت حابب الناس تشوفها. لو حسيت إنك فقدت السيطرة مؤخرا، اعرف إنك ده أول خطوة استرجاع قوتك الحقيقية. اكتب لي تحت: أنا لسه النور حتى لما كل حاجة حواليا ضلمة. أنا لسه النور حتى لو كل حاجة حواليا ضلمة. ممكن تفك حاجة من اللي انت بينكسر فيك. اللي كتب لي رسائل من اللي أنا بقولهم دلوقتي، أنا هاخد له رسالة خاصة ليه. هنشوف الحب والعلاقات. برج الأسد. يا رب ما غلطش في البرج اللي أنا بقراه وأقول برج تاني بالغلط. كارت كينج اوف وانز طلع لك مقلوب، بس أنا عدلته. انت بتحاول تمسك نفسك، مش عايز تطلع يعني احساسك ان انت محتاج اهتمام. انت بتطلب الاهتمام، بس الحقيقة انت محتاج تتحب من غير ما تطلب. اللي انت بتحس نفسك عايز تقوله للناس هما لازم يعملوه من غير ما يتقال، لانك انت تستاهل. في علاقة معلقة، شخص بيقول كلام حلو بس مش بيكمل معاك، ولا حد رجع بس انت مش واثق، صح؟ في اختبار في العلاقة دي. مش الشخص التاني لكن ليك انت، عشان تعرف هل انا جاهز للاختبار. انت بتختار. اسأل نفسك، هو انت بتختار من نقص
او من مستحقق. انت بتستحق اللي انت بتختاره ولا انت بس علشان محتاجه؟ اكتب لي في التعليق انا بختار من النور، وهشوف لك رسالتك. يا مواليد برج الاسد، ما تنسوش تشتركوا معنا لو حابين القراءة، حطوا لي لايك اعجاب، حطوا تعليق عشان قناتي تكبر وعلشان الرسالة دي توصل للناس اكثر. اوه دي 8 of Pentacle مكتوب عليها كلام تاني بس هي 8 of Pentacle. هو نطق لوحده كده من الورق. خلينا نكمل بعدين نشوف كل الرسالة مش بس بدايتها. اوكي يا مواليد الأسد، الكون شايف تعبك، شغلك، محاولاتك تصنع قيمة حقيقية. بس السؤال، هل بتشتغل عشان الناس تقول برافو ولا عشان تعرف تقول لنفسك أنا فخور بنفسي، أنا فخور بيا؟ اللي جاي مشروع جديد أو فكرة فيها شهرة، بس مش كل شهرة راحة. الراحة تيجي لما الشهرة تعكس حقيقتك مش قناعك. بس اكتب لي لو حسيت كده، أنا بشتغل على نفسي مش علشان صورتي. اكتب لي كده يا برج الأسد، أنا بشتغل على نفسي مش عشان صورتي. أنا إن شاء الله لو لقيت تفاعل هعمل لكم رسائل لكل حد كتب لي، هرد على تعليقه، هاخد له رسالة خاصة بيه هو باسمه وبتاريخ ميلاده. النفس والروح. عندك هنا ستريت تلح، كأن الكون بيقولك فاكر انك لازم تكون قوي طول الوقت، لكن القوة الحقيقية انك تعرف انا موجوع، وانك تبكي وتقوم تاني. لو كنت بتحلم بوجوه قديمة او بتشوف علامات تتكرر، اعرف ان روحك بتحاول تكلمك بس بلغة غير كلمات. لو حسيت الكلام ده ليك اكتب لي انا سامع صوت روحي. لو انت فعلا حاسس ده ليك، عندك وجع يا برج الاسد، حاسه طاقه الوجع جامده قوي، بس انت اقوى منها. ما تحاولش تبين نفسك طول الوقت انك في مثال، انا الشخص البيرفكت المثالي. بينك وبين نفسك مش غلط انك تضعف، مش غلط انك تعيط، مش غلط تقول الغلط انك تفضل صامد 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 لحد ما اليوم اللي تقع فيه ما تعرفش تقوم تاني. فرغ طاقتك اللي جواك عشان تعرف تبني نفسك من جديد، عشان تعرف تقوم تاني الأسد الملك اللي كل الناس عارفينه. لو فضلتوا معانا لحد هنا دوسولي لايك واكتبولي تعليق، انا هجاوب على التعليق وهختار منها، لو كتيرة هختار منها ناس
اعمل لها رسائل باسمها، تاريخ ميلادها، يعني رسائل خاصة للشخص بحد ذاته، مش رسائل عامة. الرسالة دي رسالة كونية للفترة الجاية من النهاردة لحد يوم 5 أغسطس. رسالة الكون ليك يا برج الأسد. قراءة عامة ممكن تنطبق عليك بنسبة كبيرة، ممكن تنطبق بنسبة قليلة، بس أكيد إنها منطبقة على برج الأسد. لو مش منطبقة عليك يبقى اكتب لي تاريخ ميلادك، مكان الميلاد، ساعة الولادة، وأنا هقولك برجك إيه بالظبط. ممكن يكون عندك أسد في الخريطة الفلكية، في الطالع، في القمري، في أي مكان في الخريطة الفلكية أنا ممكن أطلعهولك وأشوف. حتى لو أنت مش أسد ممكن أشوف لك إن أنت عندك فين الأسد لو القراءة منطبقة عليك. اللي مش عارف الأبراج بتاعه بس يكتب لي معلوماته وأنا هطلع له خريطته الفلكية. هنا يا برج الأسد، لو كل شيء بيتغير حواليك افتكر ده رسالة الكون ليك. افتكر ان النار اللي فيك مش علشان تدفي غيرك، لكن علشان تفتح لك طريق في الظلام. النار اللي فيك مش عشان تدفي غيرك. خلاص يا أسد، لأنه حمل مفيش مفيش نار أقوى من نار الحمل. خد نفس، افتح عينيك، اسأل نفسك ايه الحاجة اللي لازم اسيبها عشان ارجع لنفسي. لو الورق لمسك اشترك في القناة واكتب لي تحت انا ملك النور حتى وسط العتمة، وخلينا نكمل سوا الرحلة، لان الرسالة الجاية هتكون لحظة التتويج الحقيقي. شكرا يا برج الأسد، ولو فضلتوا معانا لحد دلوقتي دوسولي لايك وإعجاب، لايك وإعجاب، أوكي ما علينا، واشتراك، وحطوا لي تعليق. ولو بتعرفوا حد من برج الأسد شيروا معاه الفيديو، ممكن يستفاد زي ما انتوا استفدتوا. شكرا.